تلاقي زملكاويه دلوقتي طالعين بيقولوا لك ايه المبادئ بتاعتك وايه هو السيستم النادي الاهلي اللي هو ماشي عليه دلوقتي اللي انت فيه ده. هتلاقي زملكاويه طالعين بيقولوا لك النمط ده بالظبط يا باشا. السيستم بتاعي اللي انا ماشي عليه ان كل مجالس الاداره اللي بتمسك النادي الاهلي مجلس عمره ما بيسيب عليه، لا ان كان مديون او ان كان مفلس او ان كان عليه قرض او ان كان عليه، مفيش مجلس اداره مسك النادي الاهلي وساب النادي الاهلي وهو ما مفلس وعليه ديون وعليه قروض واللعيبه بتاعته بتشتكي النادي ورافعين قواضي في الفيفا. مش هتلاقي سيستم النادي الاهلي يا فندم. كل كادر بيمسك في مجلس الاداره، كل رئيس مجلس اداره في النادي الاهلي بيمسك النادي بيحضر وراه على طول كادر. كابتن حسن حمدي يحضر على طول دايما كابتن محمود الخطيب برضه بيحضر كادر. وقبل الكابتن حسن حمدي كان الكابتن صالح سليم. كل رئيس مجلس اداره مسك النادي بيحضر كادر وراه. قول لي انت كنادي زمالك انت حضرت مين كادر كل مجلس اداره؟ تحضر مين؟ انت بتجيب اي حد وخلاص، تعالى امسك يلا. دايما هتلاقي النمط ده عندكم. تعالى امسك يلا، انت رئيس مجلس اداره، يلا انت رئيس الزمالك. يجي طبعا هو طبعا قليل الخبره، ما يعرفش حاجه خالص، ما يعرفش الاداره ماشيه ازاي، ما يعرفش يدير، فيبدا اللي هو يوقعك في قروض، يبدا ان هو يوقعك في ديون، يبدا ان هو يخلي النادي مفلس. ما عندكوش طبعا اداره يعني. طيب فترته تخلص، فما هو ما بيحضرش كادر عشان هو مش معد لده، فيبدا برضه يجيبوا اي واحد برضه، تعالى يلا امسك يلا. ويبقى طبعا الشخص اللي مسك دوت يتعك نفس العكه اللي كانت قبليه موجوده. ده موضوع السيستم. طيب المبادئ بتاعتي يا فندم ان انا وقت ما جه ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن بيجي يعملوا مشكله امشي، عصام الحضري بيعمل مشكله امشي، لحد رمضان صبحي قالوا له فاضل لك ساعه واحده وترد عليا. انت حضرتك بقى، انت يا فندم حضرتك دي مبادئ، انا بكلمك في مبادئ، انت يا فندم بقى انت اتبرعوا لفرجاني ساسي، اتبرعوا لزيزو، اتبرعوا لبن شرقي، مش عارف ايه اللاعب عندكم زيزو قعدتوا 3 سنين عشان تتفاوضوا معاه وتجددوا معاه.